السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة المشاريع الصغيرة على اليوتيوب، حياكم الله وبياكم. إخواني، نتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وحط إعجاب للفيديو إذا عجبك، وإذا ما عجبك كمان حط لنا، ما أنت خسران شيء. جزاكم الله خيرا. إخواني، كثير من الناس والأخوة المتابعين يراسلوني على الخاص فيريدون يعرفون مشروع تربية الدجاج اللاحم أو الفروج اللاحم. هل هو مربح؟ ما الصعوبات؟ ما الشيء اللي يفيدنا؟ طبعا يسألون عن فوائد هذا المشروع، هل يوفي معاهم من حيث العلف الغالي، من الأجار المدجنة، الكذا. فأنا أنصح اللي يربي مثل هاي المشاريع أو يريد يبلش بهاي المشاريع، لازم أول شيء يشتغل مشروع مصغر على قد الفلوس اللي عنده أو المكان اللي عنده، ويحاول قدر الإمكان يحافظ عليها من الأمراض والمكان النظيف والأمور هذه. فإحنا راح نبلش خطوة خطوة إن شاء الله هسه، مشان المشروع هذا يكون أكثر من 50 طير 100 طير. تال واحد إذا كان في خسارة ما يخسر 1000 طير أو 2000 طير أو كذا، لا، يبلش بمشروع صغير ب100 طير، فيتعلم شو الفوائد، شو الشيء اللي يفيد، شلون وقاية من الأمراض، شلون طريقة العلف، فيحاول يتعلم بهاي ال50 طير. طبعا شباب، أول شيء نبلش نحاول ننظف المكان، يكون مكان نظيف ونعقمه بأدوات النظافة اللي تعرفونها أنتم، من كلور أو منظفات أو كذا. ثانيا نجيب تبن نفرش أرضيتها إذا عندك تبن، او كرتون عادي تبع من المحلات البقاليات، نجيب كرتون نفرش جواته، كل بين فتره نغيره لهذا الامر. طبعا حاول قدر الامكان انك تجيب مواد، انك ما تشتري من السوق، لازم مواد من المنزل او من المواد اللي ما تشتريها. هذه كانوا علب المعالف او المشربيات او الفرش الارضيات. حاول انت قدر الامكان تربي 100 طير او 50 طير تجربه، لا تشوف نفسك انك تقدر لهذا المشروع او ما تقدر، او شو الصعوبات اللي تواجهك. حاول قدر الامكان تشتري علف يكون، اذا قدرت تطبخ هذا العلف على ايدك او تحضره على ايدك يكون افضل لتقدمه لدواجنك، وتكون توفر مبلغ الفلوس. مشان ايش؟ مشان بعد ما تبلش بهذا المشروع وتنجح تكون عندك فكره للمشروع القادم وتكبر مشروعك. طبعا هي اذا اعتنيت بهذا الدجاج من ناحيه النظافه والعلف واتبعت التعليمات اللي موجوده اللي راح نزودك بها ان شاء الله. طبعا موضوع العلف انت تحاول قدر الامكان تجيب المنشور، نزودك بهذا المنشور، طريقة كميات العلف، القمح، الذرة، المواد اللي بيها، وانت تحاول قدر الامكان انك ايش تقدمها لدجاجك بالاوقات المناسبة. طبعا هذا الدجاج اللي قدامكم عمره 29 يوم، ما شاء الله، في يعني كيلوين انتاج طيب، لانه كمية قليلة والعلف كثير، والاخ اللي شغال على هذا المشروع معتني بيهم قدر الامكان وباذل جهد عليه من ناحية الأدوية والعلف. طبعا إخواني، هذا الأخ اللي شغال على هذا المشروع فنصحني بعض النصائح، وأني كمان كان عندي فكرة أنه الفروج اللاحم قدر الإمكان، أو دجاج البياض. دجاج البياض طبعا أمراضه أقل من الفروج اللاحم. الفروج اللاحم حاول قدر الإمكان أنك الوقاية أفضل من العلاج، بحيث أنه أقدم له أعشاب، اقدم لها اعشاب، ليمون، ثوم، بصل، يعني كل اسبوع مرتين لازم، كل اسبوع. طبعا هذا الدجاج تربيه عندك بالبيت 40 يوم، تريد تبيعه، تريد انك تستخدمه، من 30 يوم تقدر تذبح منه وتاكل منه في المنزل، او على 40 يوم 45 يوم تبيعه. راح يكون عندك ربح طيب، ودجاجك اخذ الوزن يعني لازم يكون له 3 كيلو او 2.5 وما فوق. طبعا اذا بلشت بمشروع وطلع عندك 40 يوم طلع وزنه كيلوين ونص، هذا انت يعني انجاز، هذا بدايه عملك. شوي شوي تستفيد من اغلاطك، من الامراض اللي تصير معاك تستفيد، تصير عندك خبره، شوي شوي تكون مشروع قليل 50 طير. طبعا اخواني قدر الامكان حتى اذا صار عندك امراض حاول اتعامل معها من الدواء اللي بالمنزل، الدواء البشري، احاول قدر الامكان ايش اعالجها به. والتعقيم افضل شيء، يعني ما انه ادخل عليها باوساخ او كذا، انظف تحتن على مثلا 40 يوم تنظف 4 مرات تحتن او 3 مرات، اذا ما ايش المواد اللي تحطها مكلفه، يعني تكون مواد مثل الكرتون او التبن يكون رخيص. طبعا متابعينا، مشان موضوع المكان، المكان راح يكون كل 7 طيور متر مربع بهذا الحجم. اذا كان عندك مثلا 10 ايام يكون اقل، يعني مثلا 15 طير
بالمتر، بعدين شوي شوي تكبر المسافة إلا إيش؟ إلا تاخذ هاي المكان. وكل ما كان المكان نظيف يكون عندك طير الفروج يبني لحم ويستفيد من الغذاء اللي عنده والفيتامينات بأسرع. يكون مكان نظيف ويكون المكان دافي. وحاول قدر الإمكان إنك تتعلم بهذا المشروع أو تباشر بهذا المشروع بالصيف. طبعا أباشر بموسم الصيف يكون أول شيء مشان التدفئة، لأنه التدفئة تعرفون مواد التدفئة غالية. أنت تحاول قدر الإمكان ما تحط تدفئة، يعني تكون الجو مناسب. إذا اضطر الأمر بالليل أشغل شوي الصوبية شغلة ساعة. هاي النقطة. النقطة الثانية الأمراض ما في الصيف، يعني قليل الأمراض. وقدر الإمكان يعني أحاول أجيب العلف على إيدي وأنا أقدم لهم إياه. حياكم الله إخواني، إن شاء الله إحنا راح نكون نفيدكم بأي معلومة بسيطة بهاي القناة، يعني أي معلومة تحتاجها إن شاء الله بإذن الله بخدمة الجميع. حياكم الله وبياكم.